عند أن نتذاكر فضائل أهل اليمن ليس فخرا بالأنساب ولا اتكالا على الأحساب، ولكنه تبشير وتذكير لنا أفرادا وقبائل وشعوبا إسلامية. فوالله ليست الكرامة كرامة دنيوية، فإنها كرامة فانية. إن الكرامة الحقيقية هي الكرامة الدينية الأخروية التي اختص الله عز وجل بها من شاء من عباده. يقول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، جاء نصر الله، جاءكم أهل اليمن. أهل اليمن، وهل الأنصار إلا من قبائل دوس، وهل الأنصار إلا من قبائل أزد شنوة الأوس والخزرج، وهل هم إلا من أهل اليمن؟ خير الرجال رجال أهل اليمن، والإيمان يمان من لخم إلى جذام وعاملة، ومأكول حمير خير من آكلها، وأكثر القبائل في الجنة قبائل مذحد. أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليهم أنهم خير أهل الأرض. أهل اليمن، ويثني عليهم أنهم خير الرجال. أهل اليمن رجال يغارون ولا يخافون في الله لومة لائم. إنهم قوم شديد بأسهم، عالية حصونهم، كثير عددهم، لقد غلبوا الرجال وجندلوا الأبطال في كل واد. أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله استقبل بي الشام واستدبر بي اليمن، فقال: جعلت ما بين يديك غنيمة وجعلت ما خلفك مدد. إنها والله ميزة وكرامة. ولكن بماذا امتاز أهل اليمن؟ اسمع يا أخي رعاك الله. امتازوا بقلوبهم الحية النقية الرقيقة اللينة، وامتازوا بعقولهم الحكيمة الرشيدة. فجاء أمير المؤمنين بعد صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه، فقرأ عليهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجرد أن سمعوها دخلوا في الإسلام كافة. وصلت همدان ومن حولها صلعاء ومن حولها في ذلك اليوم لله كافة، أسلموا طواعية، أسلموا استجابة لله ولرسوله. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام همدان فقرئ عليه الكتاب، نزل فسجد وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. إنهم قوم سريع الاستجابة لله ولرسوله. لماذا؟ لأن قلوبهم نقية. الله أكبر يا أخي، عند أن تسمع هذا الثناء احمد الله، احمد الله، احمد الله. رسول الله يقول: فهم مني وأنا منهم.